وبالنتائج الإيجابية. شاهدنا حضوره في بطولة الدوري كان رائع في الموسم الماضي، لكن عرضية راسية خطارة. الله 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 على ميمي، الله على مهند علي اللي يسجل ثاني أهداف نادي السلية، اللي يشكو من إصابة مهند علي، لكن ثاني أهداف نادي السلية راسية بزارة في المرة الأولى وراسية مهند علي في المرة الثانية تعلن عن ثاني الأهداف، وكأنما يتحدث حال لسان نادي السلية انه سيعود شيئا فشيئا الى نتيجة اللقاء. كل السلامة لمهند علي، كل السلامة لمهند علي اللي يسجل ثاني اهداف نادي السلية ويقلص الفارق الى هدفين، يقلص الفارق الى هدفين، والامور اصبحت اقرب الان لنادي السلية ان يعود من جديد في نتيجة اللقاء، أن يعود من جديد في نتيجة اللقاء. كل السلامة لمهند علي، نادي السلية اللي قدم موسم ما قبل الماضي كان حاضر بشكل إيجابي، حصوله على مركز رابع في بطولة الدوري ومشاركة آسيوية وخروج من ملحق آسيوي بقيادة سامي الطرابلسي. لكن الآن خلينا في أرضية الملعب عزيزي المتابع صديقي المستمع خلف شاشات قنوات الكاس الرياضية في أسبوع ثالث من كاس